السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد على القناه. معكم ديليس رفيعه، واليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم طورطه باللوز بواحد لاباط كتجي هشيشه وكريمه كتجي اكثر من رائعه. كذلك غنذكر معكم الثمن البيع بالنسبه للناس اللي بغاو يخدموها كوموند. الان غندوزو لطريقه التحضير. غنحتاجو 300 غرام ديال الدقيق، غنفرغوها في واحد الاناء وغنضيف عليه هنايا ملعقه صغيره من نكهه ديال الفانيلا. يمكن لكم تعوضوها بكيس ديال سكر فانيليا. وهنا غنضيف السكر كلاصي، عندي في المجموع 100 غرام ما بين السكر كلاصي والسكر سنيده، ممكن انكم تستعملوا غير السكر سنيده. وغنضيف ايضا خميره ديال الحلويات بوزن 8 غرام ما يعادل تقريبا واحد الملعقه مملوءه صغيره. عندي هنايا الزبده تقريبا 100 غرام اللي ذوبتها من قبل. صافي هنا غادي نبدا نخلط هاد الزبده والدقيق جيدا مع بعض حتى كينسجموا لينا. وهنا مباشره غادي نبدا نضيف البيض تدريجيا وانا كنخلط. هنا ضفت اول بيضه، بالنسبه للبيض يكون متوسط في الحجم. هنا غنضيف كذلك البيضه الثانيه وانا كنخلط حتى كنتحصلوا العجينه اللي كتكون رطبه، ما كتكونش قاصحه وما كتكونش خفيفه. غنخليوها على جنب في واحد الكيس بلاستيكي. بالنسبه لكريمه اللوز غنحتاجو 3 ديال البيضات ما يعادل 130 غرام، 130 غرام ديال السكر، 130 غرام ديال الزبده، و130 غرام ديال بودره داموند. يمكن لكم تستعملوها جاهزه ولا طحنوا اللوز كما استعملت انا. هنا كذلك ملعقتين ديال الدقيق ممكن انكم تستغناو عليهم. وغندوزو باش نحضروا الكريمه ديالنا. غنطربوا اول حاجه الزبده اللي تكون بدرجه حراره المطبخ مع السكر جيدا. وهنا مباشره غادي نضيف البيض 130 غرام تقريبا 3 ديال الحبات ديال البيض وانا كنطرب. نبقاو نطربوا حتى ما يبقاوش داك القطع ديال الزبده باينين. وهنا مباشره غادي نضيف 130 غرام ديال البودره ديال اللوز. كما قلت لكم انا خديت 130 غرام ديال اللوز وطحنته. وغادي نضيف ايضا ملعقه ديال الدقيق وغنخلط. كيف ما كتلاحظوا بالنسبه للدقيق ضفت غير ملعقه واحده كانت كافيه. الا بقات الكريمه ديالكم خفيفه بزاف غتضيفوا الملعقه الثانيه. صافي هنا غنطرب الكريمه ديالي بالطراب الكهربائي وكتكون الكريمه ديال اللوز واجده بهذا الشكل. غناخذ هنايا المول دهنته بالزبده من قبل، اي مول يكون متوفر عندكم. غناخذ لاباط وغادي نسرحها في المول ونسويها مزيان، ما تبقاش شي جهه غليظه وجهه رقيقه. وهنا غناخذ واحد الفورشيط وغنثقب به لاباط ديالي ومباشره غنعمر الكريمه في واحد الجيب حلواني وغادي نبدا نعمر الطورطه ديالي. استعملت الكميه ديال الكريمه كامله اللي حضرت. وغناخذ واحد الملعقه نسوي بها الكريمه مباشره. وهنا للتزيين خديت القطع ديال العجين اللي شاطو حطيتهم في المجمد وحكيتهم في الحكاكه رقيقه وغادي نزين بهم في الوجه ديال لاطاغ ديالنا. كذلك غنضيف اللوز ايفيلي، ضفت كميه قليله من قبل وغندخلها للفرن اللي يكون ساخن على درجه 180. النار تكون مشعوله غير من الاسفل فقط حتى كتقرب طيب لينا، وكنشعلوا ليها النار من الاعلى. صافي هنا من بعد ما خرجتها ضفت كميه اخرى من اللوز ايفيلي وزينتها بالسكر كلاصي. كما كتلاحظوا انا قطعت معكم واحد القطعه باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل، كتجي لذيذه ما تشبعوش منها. بالنسبه للثمن ديال البيع الناس اللي بغاو يخرجوها كوموند فالثمن كنحسبوا بين 80 درهم و 90 درهم. ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه، والى فيديو قادم ان شاء الله.